ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناه يوميات ام ادم، ازاي اشتركوا في القناه وحطوا لايك. هنا بقى هعمل ايه؟ تقدروا تقولوا جريمه نص الليل يعتبر. ايوه، الكلام ده كان قبل الفجر. جزء من الشغل قال يلاقي قوم عملنا اكل، بس انا كان عندي يعني كنت عارفه مثلا. كنت جايبه الكبده دي مثلا قبلها يعني بيوم. فكانت عندي هنا بقى ايه. حطيت بقى هنا زيت في الطاسه يا جماعه. الطاسه لونها بني محروق. بصوا هنا بطاطس لقيتها على شكل قلب. بعدها لكم انتوا قلبي انتوا. هنا بقى حطيت فيها زيت. ماشي. حطيت بقى فيها ايه، بقى قطعت البطاطسيتين كده وقلت نقليهم جنب الايه، جنب الكبده. جبت ايه، كبده جملي، وقلت بقى ايه نحمر جنبها شويه بطاطس كده. ادي البطاطس اهي بعد ما حمرتها يعني قلبتها على الوش التاني. هنا بقى ايه، هحط بقى صينيه كده فاضيه، ودي الكبده اهي مقطعاها وقلب والدهن، واللي هي الدهن اللي هو بتاع الك- ال- الجمل اهي. بصوا الكبده جنب دمها. ماشي، دي كنت مقطعاها يعني، وده هو قلب بوريهولكوا. ودي كده الدهون بقى، هي الدهن اللي انا ايه هعمل فيه. انا بنزل في الطاسه او صينيه في شويه زيت، وبعد كده هنزل بكل الدهن اللي عندي دوت، اديله ايه زي تشويحه كده. انا بحبه قوي. اه والله يا جماعه بحب البتاع ده. اسمه ايه الدهن ده كده مش عارف في حد زيي ولا انا اللي مقرفه ولا ايه. بس يعني انا بحب اكله مع الكبده، بيبقى طعمه حلو. هنا بقى هنزل بقى بكل اللي كان عندي يعني ايه شويه حلوين معتبرين كده بقى، كانوا جايين مع القلب، وكان في حتت محطوطه وكده. فايه ف مش عارفه يا جماعه والله، اليومين دول تعبانه قوي، حاسه ان انا بقي كده مر، وكل شويه عايزه اكل حاجه مسكره وريقي ناشف. فمش عارفه يعني، لو حد عنده حل يقول لي يعني مثلا اعمل ايه. هما قالوا لي يمكن المعده تعباكي فخدي برشام المعده، فانا عماله اخد برشام المعده ما بيعمليش حاجه. فلو حد يعني عنده حل يقول لي مثلا اعمل ايه، ولا اخد ايه، ولا اشرب ايه. فكرت اشرب ميه بليمون، بس معدتي اصلا ملتهبه، فهي ممكن تلتهب اكتر مع الليمون يعني. فمش عارفه فقالوا لي ممكن تحلي تحليل مراره او تروحي تكشفي. فانا مش عارفه اعمل ايه. بس المشكله ان مضايقني ان بقي مر، وعلى طول ريقي ناشف وكده. فانا مش عارفه بقى دوت من ايه. بقيت بعد الموضوع هنا بقى اهوت هديله كذا، بس زي صدمة واحدة بس كده. وبعد كده بقوم ايه نازلة بالكبدة على طول. بصوا بس خلي بالكوا عشان بتطرطش جامد جدا جدا يعني. او هركنهم بقى كده على جنب، واقوم بقى ايه نازلة بالكبدة كده بدمها. دي الكبدة بتتغسلش، دي كبدة جملي. الجملي هو املي. والرغيف ب5 جنيه. اه هنا ال 5 جنيه. انتوا تعرفوا بكام؟ والله العظيم يعني انا جبت نص كيلو كبده، كان عاملين عرض كمان، ده كان عرض يعني. ف فاللي هو كانوا عاملين يعني بيعملوا يوم كده في الاسبوع، كل يوم مثلا في اسبوع معين عرض مثلا على الكبده واللحمه والكلام دوت. فانا يعني ايه قلت اجيب نص كيلو مثلا. الراجل شقيان يا جماعه يعني، مش معقوله يعني. فقلت ان ايه نجيب مثلا نص كيلو كبده يا دوب مع عشوة. والله عشوة يعني، ما فاتش حاجه اصلا. يعني يا دوب انا واحنا والولاد وباباهم كان. وما تستغربوش يعني احنا بناكل الفجر وكده يعني. بس هو عشان ايه لسه ما تعرفوش حاجه عني وكده، ان انا مثلا طبيعه شغل جوزي امتى وكده. بس يعني ايه، ده فلفل بقى سبايسي، وحطيت شويه فلفل اسمر. بصوا انا جوزي بيشتغل من 4 الفجر من 4 العصر ل4 الفجر. ماشي. يعني هو بيصحى من النوم يمشي على الشغل، ما بيجيش غير تاني يوم. ماشي. حتى برضو في شهر رمضان هيبقى كده يعني، انا هفطر لوحدي انا والوليد، وهسحر برضو انا لوحدي. فيعني دي مش على طول يعني. انا من ساعه ما اتجوزت هو بقالي 8 سنين، وهو من ساعه ما احنا مخطوبين يعتبر اصلا. وهو يعني كده نظام كده. فخلاص انا خدت على كده. فهنا بقى هوت احط لها بقى الملح قبل ما اطفي عليها. اوريكم بقى البطاطس كانت عامله ازاي. ريقي جري على البطاطس يا جماعه. انا بفكر اقوم اقلي بعد ما اخلص معاكم منتجه، اقوم اقلي لي بطاطسيتين.
اه والله البطاطس دي عشق كده يعني، حاجة كده مسلية، وب6 جنيه. وب6 جنيه يا جماعة. فهنا بقى هديها كده تشويحة بقى حلوة. ماشي. مش عارفة، او بصوا ابني كان صغير واقف جنبي. فافضل بقى اشوح فيها كده على قد ما اقدر، وبعد كده بقى ايه، معلش يعني لو في صوت ولا حاجة. طبعا الجيران حوالينا يعني، والبيت جنب بعضها، فاي صوت وكده بقى. كنت جايبه جرجير ومخلي اللفت اللي انا كنت مخللاه وقمرت عيش وقلت بقى خلاص يعني عشوة، هي مش خفيفة، هي حلوة. بس اشوفكم في فيديو جديد.